اغلب الناس مش عارفه ان الميتابوليزم عباره عن حاجتين مش حاجه واحده. الميتابوليزم متكونه من الانابوليزم عمليه البناء، والكاتابوليزم اللي هي عمليه الهدم. فلما بنتخن دي ميتابوليزم، ولما بنبني عضلات دي ميتابوليزم، ولما بنصلح خلايا دي كمان ميتابوليزم من ناحيه الانابوليزم او البناء. وعلى الناحيه الثانيه لما بنحرق دهون دي برضه ميتابوليزم، ولكن من ناحيه الكاتابوليزم او الهدم. فحرق الدهون هو جزء صغير من الميتابوليزم، لكن الجزء الصغير ده برضه اغلب الناس مش فاهماه صح. اغلب الناس بيختلط عليها الامر بين حرق الدهون وبين خساره الدهون. حرق الدهون ده اللي هو عمليه اكسده الدهون، وهنا الميتوكوندريا بتستخدم الاحماض الدهنيه علشان تطلع منها طاقه. بينما خساره الدهون معناها ان مخازن الدهون نفسها اللي في جسمك تبدا تصغر مع الوقت. اللي عايز اقول ان انت ممكن تفضل تحرق دهون طول اليوم وفي الاخر ما تخسرش اي دهون، زي لما تمشي بنظام لو كارب هاي فات او كيتو مثلا. انت هنا بتكون بتحرق دهون اكتر فعلا على مدار اليوم، بس لو انت ماشي بالنظام ده وما دخلتش في عجز سعرات حقيقي، دهونك هتفضل زي ما هي، مش هتروح في اي حته. او لما بتعمل كارديو على معده فاضيه وانت صايم، برضه هنا بتكون بتحرق دهون اكتر علشان تطلع منها الطاقه الكافيه للتمرين. لكن في الاخر لو مش عامل عجز سعرات في اجمالي يومك، برضه انت دهونك ما راحتش في اي حته. خساره الدهون دي بتكون عمليه انرجي بالانس، والميتابوليزم بتكون شغاله في الناحيتين بتوعها طول اليوم، بس بتكون مايله ناحيه الاشارات القويه بناء على عاداتك واللي بتعمله في يومك. تمرينك لعضلاتك في الجيم مثلا هيدي للميتابوليزم بتاعتك اشاره قويه ناحيه البناء، بناء العضلات، وعجز السعرات اليومي هيدي لها اشاره قويه ناحيه خساره الدهون.